شاب سعودي شاف بنت عراقية صدفة أثناء سفره، وبدأ يحس بأشياء غريبة تصير وياه بسببها، إلى أن قرر يواجهها ويتعرف عليها ويعرف شنو موضوعها. وبعد ما راح واجهها وتعرف عليها صار شيء صدم الكل. خلوا لك الفيديو وتعال احكيكم. يقول صاحب القصة: أنا سعود من السعودية، كنت طالب جدا مجتهد، خلصت الثانوية ودخلت جامعة واختاريت تخصص أحبه، وكملت الدراسة الجامعية كذلك باجتهاد وأعلى الدرجات، وحبيت الجامعة لدرجة ما تنوصف، بحيث قررت أتوظف بها حتى ما أتركها. لكن كان فرض علي إذا أريد أتعين بالجامعة لازم أكمل ماجستير ودكتوراه حتى أترقى بالوظيفة، ما يصير أتوظف وأبقى فقط على شهادة البكالوريوس. وأنا بصراحة ما اهتميت لهذا الموضوع، لأن أساسا كان هدفي أكمل دراسات عليا، والحمد لله تم الموضوع وتوظفت ورتبت ويا الجامعة حتى يرسلوني لكندا، حتى هناك أكمل دراسة الماجستير والدكتوراه بتخصصي. وبعد فترة رتبت أموري وبلغت أهلي وشجعوني على هاي الفكرة، لكن أمي وأبوي اقترحوا علي اقتراح، قالوا ليش ما نزوجك وتاخذ زوجتك وياك وتروح تكون وياك تآنس وحدتك وتدير بالها عليك وانت بالغربة. لكن يقول سعود: أنا كنت رافض فكرتهم تماما ومو كرهم بالزواج، لكن ما كنت ناوي أتزوج وآخذ زوجتي على بلد ما أعرفه ومجتمع غير مجتمعي. قلت لهم خلوني بالأول أروح أشوف الوضع والمعيشة هناك، وبعد ما أقضي سنة على الأقل هناك من أرجع ممكن أتزوج وأخذها وياي. وطبعا أهلي متفهمين واقتنعوا بكلامي وقالوا حقك تفكير منطقي وسليم. وبعد شهرين من هذا الموضوع حكم موعد سفري وجهزت وضعي وسافرت لكندا. وصلت هناك واني كل طموح وطاقة وجدا عجبت بهذا البلد. يقول سعود: اول ما وصلت كنت مرتب كل اموري واخذت سكن مستقل الي، ما كنت حاب اسكن ويا الطلبة، حبيت يكون الي مكان وحدي. وعدى اول شهر من سفري وكانت الامور طبيعية وروتينية، اطلع من البيت اروح للجامعة وارجع وهكذا، لان كان كل هدفي احصل الشهادة وافرح اهلي وما خيب ظنهم بي. وهناك تعرفت على شباب، قسم منهم كان من بلدي وقسم من البلدان العربية، كانوا ايضا طلاب، وكان سكنهم جدا قريب مني، لان المنطقة اللي سكنت بيها كانت اغلبها بيوت كلها مؤجرة للطلاب العرب. ويقول كنت دائما احاول ابتعد عن صداقات البنات، لان ما اريد شيء يشغلني عن الدراسة، انا جاي وبراسي هدف اريد احققه. واستمريت على هذا الحال من البيت للجامعة وعلى هذا الروتين، وكل شيء كان طبيعي. لكن عانيت من شيء واحد فقط، وهو موضوع الاكل. انا كلش احب الاكل العربي ومو متعود على الاكل الغربي ولا حبيته، فصرت اشتهي الاكل العربي او السعودي بالتحديد، الكبسة وباقي الاكلات. وصرت اسأل وادور هنا وهنا اريد لي مطعم عربي حتى اكل بيه. والحمد لله اخيرا لقيت مطعم عربي ويسوي اكل جدا طيب، بحيث اول مرة اكلت يمهم عجبني الطعم وقلت خلاص هذا راح يكون مكاني الدائم. كان المطعم مرتب وطرازه حديث، والشيف يكون امام الزبائن يحضر الاكل امام الزبون وينزل له فريش وحار، وهذا كان شيء مميز بهذا المطعم. يقول سعود: الشيء اللي لفت نظري بهذا المطعم الشيف كانت بنت، ومن شكلها واضح عليها انه هي عربية من لبسها وحجابها وحشمتها، لكن هذه البنت كانت دائما ساكتة وما تحكي، وملامحها جدا بريئة وشوي مايلة للحزن. كانت تحضر الاكل بطريقة شهي وهي ساكتة ما تحكي اي شيء، وبصراحة ملامحها كان بيها شيء غريب، يعني مجرد ما واحد يركز على ملامحها يحس وراها قصة كلش طويلة. لكن يقول سعود: أنا ما حبيت أكون متطفل أو أروح أحاكيها أو أسألها، أكلت وجبتي وطلعت، وبعد يومين رجعت كذلك لنفس المطعم، وشفت هذه البنية المحجبة بنفس تعابير وجهها. وظليت أيام أتردد على هذا المطعم، لكن ولا مرة صار كلام بيني وبين هاي البنت، لأن كنت ماخذ قرار ما أحتك بأي بنت. لكن بصراحة كنت كل ما أروح لهذا المطعم هذه البنت تلفت انتباهي غصب عني، ولما أطلع تبقى على باليها. ظليت أفكر وأخيرا لقيت العذر. اتصلت عليها مباشرة، ردت علي قالت: أهلا أخي. قلت لها: أرجو المعذرة بس أنا عندي اقتراح أو تقدرين تعتبريه عمل وأتمنى يعجبك. قالت: تفضل. قلت لها: أنا جاي هنا طالب وعايش وحدي وشغلتي مطولة، وأنا بصراحة ما أقدر آكل الأكل الغربي لأن ما أحبه، وبما أنك شيف وتطبخين طبخ عربي وأنا مجرب أكلك وحبيته، شنو رأيك نتفق على عمل أنا وياك